والبراونيز طلع واتنفخ وانا مش حاطط ثاني اكسيد الكربون. انا مش فاهم انا بقول ايه، اقسم بالله انا ما فاهم انا بقول ايه. المهم يا جماعه انا خلصت. يلا بينا. وهنجيب 4 موزات ونبدا نقشرهم. المفروض كنت اجيب الموز مستوي شويه. يا لهوي رميتها بره. مفيش ريحه موز والله، مش عارف انا باكل ايه، ده سفنج ده ولا ايه. كده ال4 موزات تمام. هنجيب شوكه ونبدا نهرس الموز. هو ده اللي امي هترميه. وبعد ما نهرس الموز هنكسر عليها بيضتين. والتانيه وناخد معلقه كبيره من زبده فول السوداني. انزل بقى ما تصغرنيش. ورش فانيليا عشان زفرت البيض. ايه تاني ممكن نضيفه هنا؟ انا جايب 20 جنيه شوكليت شيبس، هناخد منهم شويه، معلقتين كبار كده وشويه عشانكم. ايه يا دي عاطف ممكن نحط تاني؟ اللهم صل على النبي. انا عندي شويه كاكاو، يعني ايه معلقه صغيره كده، وعايز ارمي الكيس ده. ونقلب كل ده في بعضه واحده واحده وعلى الهاديه زبادي. قولوا لي انتوا، قولوا لي انتوا، قولوا لي لو انتوا مكاني هتحطوا ايه. وكده احنا جاهزين. هنجيب الصينيه بتاعت الكوب كيك دي ونبدا نجهز. هي جايه عليها الدنيا بس مش مهم، هتشتغل معايا. يلا بينا. ونرص الورق الكوب كيك هنا. الصينيه دي بقى لها معايا مثلا 3 4 5 6 سنين. وبسكوب الايس كريم نبدا نحط الخليط اللي احنا عملناه. لازم اخلص الكميه دي كلها. انا كده كده مش حاطط بيكنج باودر فمش هتعلى قوي. ونجيب الشوكليت شيبس اللي احنا جايبينه ب 20 جنيه ونبدا نحطه على الوش. انا ما حطيتش سكر. احيه فضلت اقول لكم فكروني، انا ما حطيتش سكر ولا حطيت عسل. لما يطلعوا بقى يعني نحط سكر باودر على الوش لو احنا هنبوظ الدايت. لو مش هنبوظ الدايت نحط عليها ايه، معلقه عسل كده وناكلها عسل بتاعها بره. ونطلع بيها على فرن شغال حوالي 12 دقيقه او 15 دقيقه وعينينا عليها تطلع معاكم حدوته على الفرن. يلا مع السلامه يا غاليه. والبراونيز طلع واتنفخ وانا مش حاطط ثاني اكسيد الكربون. انا مش فاهم انا بقول ايه، اقسم بالله انا ما فاهم انا بقول ايه. المهم يا جماعه انا خلصت. يلا بينا. والله حدوته مدلعكم. وكده احنا عملنا براونيز صحي حدوته. هنحط عليه معلقه عسل ابيض وناكله عسل بره عشان نسيت احط سكر. بسم الله. جميل قوي. انا بهدلت نفسي حدوته واستاهل التجربه. افطر بقى وارجع اخلص الكميه دي كلها. سلام.